أقول لكم عمل واحد بس. أنا أمنية عندي إني أضم أمي، مو في أي وقت، في عيد أو مناسبة أحضنها. لكن لو سألتكم أنتوا الآن متى آخر مرة ضميت أمك؟ لو قلت لك الآن تخيل بطنك ما تمشي 5 أيام، 5 أيام بطنك ما تمشي، إيش هتعمل؟ رد عليها. خذ ملايين. ناخذ ملايين، شربت الملايين ما نزل شيء، ايش حتسوي؟ تروح المستشفى. طيب 10 أيام بطنك ما مشيت، ايش حتسوي؟ عملية. طب انا لي 16 سنة كل 10 أيام ما تمشي بطني، كل 12 يوم، كيف اسوي؟ كل 10 أيام اروح المستشفى؟ عندي امي الله يعطيها العافية تخرج اللي ببطني بيدها. من يسوي لك كذا غير امك؟ وانت تفضل زوجتك على امك، الحمد لله، ولا تفضل ولدك على امك، تفضل صاحبك على امك، الحمد لله. فين قسوة القلوب هذه يا شيخ؟ قال الشاعر: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، فقال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الفتى قد انهمر، فاستل خنجره ليطعن قلبه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم: كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. يا أخي الإنسان اللي عنده علاقة مع أمه وأبوه سيئة من الآن أنا حجة له أو عليه، من الآن يعلن التوبة بينه وبين الله، ثم إذا قام من المجلس هذا أو من أمام التلفزيون يروح يسلم على يدين ورجول أمه